ذكر الريحاني في كتابه ملوك العرب عندما تحدث عن الملك عبد العزيز رحمه الله وأسكنه جنات النعيم: العدل أساس الملك، ما وجدت بلاد تتمثل فيها هذه المقولة مثل النجد. عدل بن سعود كلمة تسمعها في الشرق في البر والبحر، وما عدل بن سعود إلا الشرع. كيف استطاع ابن سعود بسط الأمن على هذه المنطقة بأمرين: الشرع وتنفيذ أحكام الشرع. عبد الله بن جلوي يقول: إذا كنا لا نبدأ في أنفسنا فكيف نعدل في غيرنا؟ فضيلة الإخوان والنجديون عموما أنهم على فقرهم قانعون راضون، وقل ما تسمع كلمة منهم فيها شيء من اليأس أو الشكوى. يقول الملك عبد العزيز: قيمتكم يا إخوان في طاعة الله ثم طاعتنا، فإذا تجاوزتم ذلك كنتم من المغضوب عليهم. إي بالله، ولا تنسوا إن ما من رجل منكم إلا وذبحنا أباه وأخاه أو ابن عمه، وما ملكناكم إلا بالسيف. ترى الصحيح والسيف لا يزال في يدينا إذا كنتم يا إخوان لا ترعون حقوق الناس. أما إذا عدلتم وعقلتم فحقكم بشرع الله خذوه من هذا الخشم. أمر السلطان بن عبد العزيز بكتابها على بابه: فإما حياة لا تدوم حميدة يحدث عنها من أغار وأنجد، تنال المنى فيها، وإلا منية تريح فؤادا خار من علة الصدى. إن أخبار حلمه لأدعى للدهشة والأعجب من أخبار كرمه. وكتب أيضا هذا البيت: نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل فوق ما فعلوا. كان يحسن المداراة، فيتجاهل فيما لا يضر ويتساهل بما هو مفيد لبلاده، رحمه الله وأسكنه جنات النعيم.